نختم بهذا السؤال: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سألكم بالله فأعطوه؟ هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، يقول صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. لكن قال أهل العلم: إن من يسأل بالله على نوعين: سائل يسألك بالله شيئا ليس حقا له، إنسان يقول: أسألك بالله أن تعطيني سيارتك مثلا، ليس حقا له، هذا ليس حقا له. ولهذا هذا النوع لا تجب إجابته، ليس بواجب عليك أن تعطيه. النوع الثاني أن يسألك حقا له، كأن يقول لك: أسألك بالله أن تسدد دينك، أن تعطيني مالي، أن تعطيني حقي. تقول الزوجة: أسألك بالله أن تقوم بواجبك في بيتك مثلا. هذا سائل بحق، وهذا الذي فيه خطورة، أن الإنسان لا يستجيب لما ذكره به السائل، أو يكون الإنسان فقيرا ومحتاجا وأنت توزع زكاة ويقول: أسألك بالله أن تعطيني، وهو محتاج وفقير. نعم، هذه هي الحالات التي يلزم فيها إجابة السائل. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير.